الإنسان ما المانع أن يستعين بأولياء الله عز وجل، يستعين بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ليعينه على صلاته. الصلاة جاء بها النبي، هو الذي بلغنا هذه الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. ما المانع أن تقول يا رسول الله أنت صاحب الصلاة وأنت المصلي الأول في تاريخ الوجود، أعني على صلاتي. كيف تستعين برسول الله لقضاء حوائج الدنيا؟ استعن برسول الله لصلاة خاشعة. يستحب أن تقول هذه العبارات قبل الصلاة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة بلغ محمدا الدرجة والوسيلة والفضل والفضيلة. بالله أستفتح وبالله أستنجح وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم أتوجه. اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني بهم عندك وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. توسل: يا رب بك أستفتح وبك أستنجح، أطلب النجاح. هذه صلاتي امتحان، الله يعلم لست في مقام بيان أمر خاص، ولكن أنا عندما أدخل المسجد لا أقول دائما، في كثير من الأوقات كأني داخل قاعة الامتحان. هذا امتحان. كيف أرجع من باب المسجد؟ ما صلاتي اليوم؟ كيف تكون؟ كيف ستكون؟ الإنسان عليه أن يدخل وجل خائف. البعض عنده امتحان سياقة لا ينام الليل، وإذا رجع ساقطا في الامتحان قد تجري دمعته أنه سقط في سياقة دابة حديدية، ويأتي لقاعة الصلاة بين يدي الله، لقاء رب العالمين، وهو لا يقبل. البعض يذهب إلى دور السينما، فيلم مغري، تنتهي التذاكر، يرجع وكله الحزن والكآب.